اهلا بيكم، معاكم شهاب خالد والكلام على ايه؟ انا مش مبسوط، مش سعيد، انا حزنان. ايه ده؟ كلامنا النهارده عن السعاده، وكلامي هنا موجه للشباب اللي من سني اللي ما بين 20 او 18 لغايه 30 او 40 سنه. خلينا نبدا الموضوع من الاول شويه، من اول ما انت بتاخد شهادتك في ايدك، سواء كان عندك جيش او ما عندكش جيش. وكلامي هنا موجه للشباب الذكور، وهرجع للنقطه بتاعت البنات بعد شويه. بمجرد ما انت بتاخد الشهاده، سواء بقى كانت شهاده الجامعه او شهاده الجيش، اللي هي المرحله اللي انت بتبدا فيها دور فيها على وظيفه عشان يبقى رسمي انت حطيت رجلك على اول الطريق، بدات تمسك قرش بمجهودك انت وبدات تصرف على نفسك. بعدها بتحوش شويه فلوس عشان تعرف تصرف على مراتك، بعدها بتصرف على عيالك، وبتكمل دايره الحياه بانك بعد ما بتخلف عيال بيكرروا نفس التجربه بتاعتك. بس هو الفرق في المرحله دي ان انت ظروف جيلك غير ظروف الجيل اللي قبلك غير ظروف الجيل اللي بعدك. لكن الرحله دي كلها انت مش تقدر تعمل فيها اي حاجه او تنجز فيها اي حاجه من غير سعاده. السعاده دي او هرمون السعاده ده اسمه الاصلي ايه؟ اسمه الدوبامين. الدوبامين هرمون بينتج في الدماغ بصوره طبيعيه بمجرد ما بتنجز حاجه في يومك. انت مثلا عايز تقوم من النوم الساعه 7، فبعد ما بتصحى الساعه 7 بتلاقي نفسك صاحي مبسوط. فهنا انت دماغك اديتك شويه دوبامين. عندك تارجت في الشغل مثلا وعايز تخلصه، بمجرد ما بتخلصه بتلاقي نفسك فرحان. عندك عقده من المذاكره وبعدين بعد معاناه كبيره جدا قعدت وابتديت تذاكر وحسيت ان انت فهمت شويه من المذاكره دي، بتحس بانبساط كده. ده الدوبامين. فالدوبامين ده هرمون لا غنى عنه في جسمك، واغلب المشاكل اللي بيتعرض ليها جيلي خصوصا من الشباب ده بيبقى عنده نقص في الدوبامين. طب نقص في الدوبامين ده بينتج عن ايه؟ مبدئيا كده اي حد بيشرب مخدرات، فاحب اقول لك ان انت عندك نقص في هرمون الدوبامين. طب ازاي؟ دي المخدرات بتخليني مبسوط. لما تيجي تسال حد مثلا انت بتشرب مخدرات او لا، بيقول لك مثلا لو بشرب. طب انت بتشرب ليه؟ يقول لك بيحسسني ان انا مبسوط او بيطلع الضحك اللي مكتوم جوايا. انت مفيش ضحك مكتوم جواك، ومفيش ما يستدعي ان انت تأذي صحتك او تأذي دماغك، لان المخدرات هي اول حاجه بتدمر هرمون الدوبامين. لان المخدرات بتعمل راحه كبيره جدا في العضلات، وبتعمل لك استرخاء غير طبيعي، غير الاسترخاء اللي انت ممكن تحس بيه مثلا بعد ما بقى خلصت لعب كوره ورجعت خدت دش وريحت فردت جسمك على السرير، او بذلت مجهود كبير جدا في البحر ونزلت الميه وطلعت واتحركت ورحت وجيت وبعد كده خدت دش ولسه رايح على السرير. فهو ده بيبقى احساس الاسترخاء. فاللحظه دي انت بتعملها بطريقه صناعيه ان انت بتشرب مخدرات، فالموضوع بيأثر معاك اثر سلبي، لان بمجرد ما بتفوق من تأثير المخدر بتحس باكتئاب شديد جدا، وبتحس ان انت مش طايق نفسك، وبتحس ان انت جسمك مكسر، وكل دي اعراض نقص في الدوبامين. انا شكلي كده خدت خازوق مغري. فالدوبامين هرمون مهم جدا في الجسم. ازاي ازوده؟ هو الدوبامين مش هيزيد في جسمك غير لما تنجز حاجه. طب يا شاب انا مش عارف انجز حاجه في حياتي، يعني انا الموضوع بالنسبه لي لما باجي اتبسط بحس ان انا بتبسط وقت قليل قوي، ولما باجي اتضايق يا بعيش في المضايقه دي كتير. انت لما تيجي تبص على حياتك كده من اول اليوم لاخره، بيبقى في وقت قبل ما تنام خصصه كده 10 دقايق من وقتك قبل ما عينك تروح في النوم، تفتكر انت عملت ايه طول اليوم. هتلاقي ان في حاجات كتير جدا انت بتكررها من غير ما تاخد بالك بشكل يومي. الحاجات دي زي ايه؟ زي مثلا شوف انت قعدت على السوشيال ميديا قد ايه. تلاقي ان انت لو اليوم فيه 24 ساعة وانت بتنام فيهم 8، فانت فاضل عندك 16 ساعة. فال 16 ساعة دول منهم 4 ساعات انا ما مسكتش فيهم التليفون، وده طبيعي. انت بقالك 12 ساعة ماسك التليفون. هتقولي مين مجنون ده اللي يقدر يمسك التليفون 12 ساعة؟ هقول لك هو الموضوع مش لازم ال 12 ساعة دول يكونوا بيجوا ورا بعض. لا، هو ال 12 ساعة دول ممكن انت داخل تعمل حمام خدت في ايدك التليفون، داخل تقعد في البلكونة خدت في ايدك التليفون، رايح في طريق في مواصلات ماسك في ايدك التليفون،
وقت فراغ في الشغل ماسك في ايدك التليفون، فانت اغلب الوقت بتبقى ماسك في ايدك التليفون. ناهيك عن ان 80% من الاخبار اللي انت بتقراها على السوشيال ميديا هتلاقيها يا اما حد انت متضايق منه مثلا وعمل حاجات كويسه وهو شايف ان هو مبسوط، انت هنا هتحس انك متضايق بشكل طبيعي جدا. اغلب المشاهير اللي بتتفرج عليهم او لحظات من افلام حلوه انت بتحبها عشان انت بتحس نفسك مكان البطل، دي حاجه تخليك مش مبسوط. ابتديت شويه تتابع اخبار حزينه او كل اللي بيجي لك على الفيسبوك اللي هو يا بخت اللي ما شافش الفيديو يروح حاطط لك لينك الفيديو، والحاجات اللي احنا كلنا بنشوفها كل يوم على السوشيال ميديا دي، اغلب الحاجات دي يا صديقي لازم هتخليك مش مبسوط. فبمجرد ما هتبقى مش مبسوط هتبص هتلاقي ان الدوبامين ما بيطلعش، فبمجرد ان هرمون الدوبامين ما بيظهرش في جسمك او ما بيتفرزش في دماغك فهتحس بالكآبة وهتحس بالنكد وهتحس ان انت حياتك فاضية وهتحس ان انت مش عارف تعمل حاجة. فعايز اقول لك ان اللي انت بتمر بيه ده كله طبيعي جدا. فرق ايه بس؟ اصحى على فار وشال الرعاش. انا هنا ما اتكلمتش عن حد بيواجه مشكلة بعينها مواجهة مثلا في الشغل او مشكلة بعينها مواجهة في حياته عموما، مثلا حبيبته سابته او ساب شغله غصب عنه او طبعا دخل الجيش. كل الظروف ديت انا ما اقدرش احكم فيها على الدوبامين، لكن اقدر احكم على الدوبامين امتى؟ في الاوقات اللي انا المفروض دماغي بتتفرج على افعالي وبتبص بتلاقي ان انا عمال بكرر في حاجات نمطية بشكل يومي ما بتحسسنيش انا بالسعاده، فطبيعي الدوبامين مش هيتفرز. فما تجيش تسال على هرمون السعاده بيروح فين وانت مصمم تكرر نفس الحاجات اليوميه كل يوم. طيب حلو، دي مشكله، ايه حلها؟ الحل اللي هو هيخليك بشكل من الاشكال تقدر تواكب الامور بشكل ابسط وتقدر ان انت تحاول تفرز شويه من الدوبامين عشان يديك طاقه، عشان يديك محفز طبيعي جوه الجسم يخليك تقدر تكمل المهام اللي عندك. اهدى وهتعرف كل حاجه. ايوه انا هقول لك انا ما يعني بقى اهدى وهتعرف كل حاجه. اول حاجه تعملها يا صديقي تعمل لنفسك حاجه اسمها تو دو ليست، ودي طريقه يعتبر كل اللي جربوها نفعت معاهم ولو بشكل بسيط جدا. التو دو ليست دي تعمل ايه؟ تجيب ورقه بيضه وقلم وتكتب مع نفسك الحاجات الصغيره اللي انت عاوز تبدا بيها يومك. حاجات زي ايه مثلا؟ هغسل سناني، هغسل وشي، هكلم اخواتي اسال عليهم، هعمل حاجات بالنسبه طبعا لكل واحد بتفرق، بس هعمل حاجات تخليني انا احس بالرضا، تخليني انا احس ان انا مطمن ومرتاح ومبسوط، لان ده هيفرق معايا جدا خصوصا في الحاجات الكبيره. لان بمجرد ما تنجز الحاجات الصغيره هتحس ان الحاجات دي خلاص بقت عادات عندك ان انت بتعملها، زي ما التليفون اتحول معاك لعاده فبقى في حاجات انت شايف ان هي لو اتحولت معاك لعاده الموضوع هيفرق جدا في حياتك. زي الرياضه، اي شاب من الشباب لو حب ان هو ينزل يمارس جيم بيبقى الموضوع في الاول صعب ورخم ومش قادر يتمرن وحاسس ان عضلاته بتوجعه والدنيا عنده ما بتبقاش احسن حاجه، بس بمجرد ما بيعدي شهر او 2 وبيقرص على نفسه وبيلاقي تغيرات في جسمه بتبان في المرايه، هنا الدوبامين بيظهر وبيحفزك ان انت تنزل تاني يوم التمرين وما تكسلش وتتمرن وتروح، ويبقى الموضوع بالنسبه لك الطف كتير. طبعا مع سوء الاحوال الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلد والدنيا ما فيهاش فلوس زي الاول، وحتى لو فيها فلوس فالاسعار كلها بقت غاليه، وانا كشاب بعمل ايه وهتجوز ازاي وهكون نفسي ازاي وهجيب شقه منين، وكل الضغوطات اللي احنا كلنا كشباب بنمر بيها دي، انا احب اقول لك ان احنا مفيش في ايدينا حلول ومفيش في ايدينا حاجه نقدر نعملها مع نفسنا غير ان احنا نقدر نحسن من حالتنا احنا النفسيه. لان حالتنا النفسيه هي اللي هتخلينا نشتغل، هي اللي هتخلينا نشوف حل للمشكله الكبيره اللي احنا فيها دي. حطها دايما قاعده في حياتك ان بمجرد ما تنجز الحاجات الصغيره هتلاقي اسلوبك في الحياه عموما كله اتغير، هتلاقي نفسك بقيت اهدى، هتلاقي نفسك بقيت بتعرف تشغل عقلك اسرع، هتلاقي نفسك المواضيع بقت بالنسبه لك كده كده هتعدي. وبيجي هنا الاحساس التاني بعد السعاده وهو الاحساس بالرضا. بمجرد ما تحس بالرضا هتلاقي كل الامور اللي انت شايف انها فيها مشاكل مش عارفه تعدي معايا والدنيا ما بقتش معايا الطف زي الاول، هتلاقيها ابتدت تعدي معاك، وهتلاقي نفسك ابتديت تبقى احسن، وهتلاقي نفسك ابتديت تبقى اذكى، هتلاقي نفسك ابتديت تبقى انشط. وكل ما الصفات دي بتحس انها فيك كل ما هتحس بالنجاح، فهتحس بالسعاده، فهتبقى عايز شغل اكتر، وهتبقى عايز يبان عليك اكتر، وهتبقى عايز يبقى معاك فلوس اكتر. فبدل ما انت كنت بتشتغل شغلانه واحده هتقدر توفق ما بين شغلانتين. حاسس ان انت انتاجك في الشغلانه دي مش كويس، فهتبدا عينك تتفتح على فرص
لشغل في اماكن تانية افضل ليك بمرتبات اعلى، فده هيحسن من حالتك المزاجية، لان انت حاسس ان انت نفسك اختلفت عما كنت مثلا من سنة. فالموضوع بالنسبة لك كل ما كان فيه سعادة، كل ما كان فيه تغيير، وكل ما كان فيه تجديد في حياتك. وهروح هنا للشق النسائي واتكلم معاهم في نفس المسائل، وهو مفيش اختلاف قوي بين العوامل اللي البنت ممكن تعملها عشان تغير من اسلوب حياتها وتحس بالسعادة. ولو ان ده بالنسبة للبنات بيبقى اصعب شوية، لان البنات عندهم العاطفة اكتر من الرجالة. يعني الراجل ممكن يعني الراجل من صغره بيتعود على كلمة انت راجل ما تعيطش فتحمل على نفسك، وعلى فكرة ده بيأذيه اكتر. بس البنت مشاعرها بتبقى مختلفة عن الولد، لان البنت بتتصرف بالعاطفة بالاكتر. فالعاطفة دي ممكن تكون ايجابية جدا وممكن تكون سلبية جدا، لان لو البنت عاطفية زيادة عن اللزوم وحشرة نفسها جوه موضوع التكرار اليومي بتاع الحاجات اللي بتتعمل، وان مفيش حاجه جديده بتحصل في حياتها، وحاسه ان الحياه كلها بقت كئيبه، وان كل حاجه حواليا مثلا ده مهند ساب نور، ده فريد ساب مش عارف مين، ومتابعتها للمسلسلات التركي اللي اغلب الحلقات فيها بيبقى فيها نكد وحزن، فدوت هيأثر على هرمون السعاده بتاعتها، وهيخليها مش قادره انها تبسط نفسها ولا حتى تبسط غيرها، ولا حتى تبقى عارفه تتعامل مع اي حاجه زيها زي الشاب. في الحالتين سواء كنت شاب او كنت بنت، هرمون الدوبامين مهم جدا في حياتنا وما ينفعش نستغنى عنه. ان اي حد هرمون السعاده عنده ناقص او مكتئب او الدنيا عنده مش الطف حاجه وحاسس باكتئاب، بيميل للعزله وبيميل ان هو يقعد لوحده وبيميل ان هو يكتم مشاعره. حتى لو كان شخص متكلم، فلو حس ان اللي حواليه زهقوا من الكلام اللي هم بيسمعوه منه دايما المتكرر، بيلجأ ان هو ما يتكلمش مع حد. وهنا بتكمن الخطوره، ان هو ممكن يدور على حاجات تانية واغلبها بيكون غلط عشان تسبب له سعادة. يا عم في جاني، احنا معانا فلوس اصلا نعدي بيها الشارع، الموضوع ده عايز مصاريف. ودي كانت حلقتنا عن الدوبامين هرمون السعادة، واتمنى انها تكون فادتكم شوية. ولو حد عنده حلول تانية ان انا ازاي ازود الدوبامين عندي، او ان انا ازاي اسعد نفسي، او ازاي اخد بالي من نفسي، فياريت اسمع الحلول ديت في الكومنتات. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. والكلام على ايه؟